السلام عليكم لكل متابعين قناتي، يا رب دايما تبقوا بخير وبسعادة. احب ابدا الفيديو بتاعي زي كل مره بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وما انساش ان أنا اشكر متابعيني الكرام اللي دايما بيدعموني. شكرا ليكم وشكرا لكل مجهودكم معايا. طبعا اتمنى الناس الجديده تعمل، لو عجبها الفيديو تعمل اشتراك في القناه او سبسكرايب. وطبعا ما تنسوش كل المشتركين يضغطوا على رمز الجرس عشان يوصلكم كل جديد الفيديوهات بتاعتي. النهارده انا جايبه لكم فكره سهله وبسيطه. انا هعمل النهارده سرير للبيبي كده صغير. او شوفي الحجم اللي عندك اللي تقدري تستخدميه وتعملي نفس الفكره عليه. لو انت عندك صندوق خشب مفيش مشاكل، بس انا كان المتوفر عندي الصندوق البلاستيك ده. بتجيبيه منين؟ ممكن انت تجيبيه من، تروحي مثلا توصي فكهاني او اي حد بتاع خضار، اما يخلص عنده الفاكهه في الصندوق يديهولك. او انت لو اشتريتيه وعندك في البيت بقى اشتريتي فاكهه ومرمتيش الصندوق ممكن تستخدميه. دي برضو حاجه تانية. يعني اما توصي عليه الفكهاني، او انك توصي عليه او انت تجيبيه وتحتفظي بيه عندك في البيت، او ممكن في ناس بتبيعه اظن كده يعني. انا هعمل ايه؟ انا هبدا استخدم طبعا السرير ده، انا ممكن اعمله استخدمه لاغراض كتير. يعني لو انا مثلا الاطفال كبروا او مفيش اطفال في البيت، انا ممكن استخدمه لاغراض تانية. يعني انا ممكن احطه مثلا صندوق كده احط فيه مستلزمات موجودة عندي في البيت، او ان انا احطه اعمله زي جزمة صغيرة كده. حاجات كتير جدا يعني، احنا ممكن نتكلم واحنا شغالين. انا بستخدم ايه؟ انا جبت معايا نوعين قماش، لونين قماش سوري. ونوع واحد القماشه دي اللي انا استخدمتها في في تنجيد الكرسي بتاع السفره، لو انتوا فاكرين. ممكن ابقى اسيب لكم الفيديو في صندوق الوصف ان شاء الله. آم، جبت القماشه دي وانا هستخدمها بطن بيها الصندوق، تمام. طبعا انت بتستخدمي اللون والشكل اللي انت عايزاه من القماش. انا بس ما عليا ان انا بشوف القماش الباقي عندي، وهبدا ان انا اعمل لكم بيه الفكره. طيب انا هبدا اعمل ايه؟ اشوف مساحه الكرسي، مساحه الصندوق قد ايه. انا هاخد انا هشوف بقى. انا شايفين القماشه دي ميزتها ان هي بتمط. انا كنت جايبه يا جماعه المتر من ده بكام نسيت. انا مش فاكره، كان بحاجه ب 17 حاجه كده يعني. بس طبعا الاسعار خلي بالكم، انا قلت لكم كذا مره بتختلف من مكان لمكان. تمام. شوفوا انا بشوف المساحه عندي قد ايه، وابدا اقفل المساحه، اخد مساحه الصندوق من بره كده. تمام. هتبقى تقريبا نفس المساحه اللي بره هي نفس المساحه اللي جوه. وهبدا اضم اعمل اخيط القماش من هنا، من الجنب ده كده. تمام. هخيطه غرزه السراجه اللي احنا متفقين عليها. وبعدين هبدا احطه هلبسه هنا في قلب الصندوق. هعمل، انا جبت اللونين دولت. هعمل من بره، يعني هقفله من بره كده، وهعمله من جوه كمان. يعني هيبقى نفس التلبيسه بتاعت الصندوق من بره ومن جوه. انا هخيطها خطه السراجه كده. زي ما انتوا شايفين انا بضم الجزئين دولت على بعض، وهبدا اعمل الغرزه العاديه اللي انا بستخدمها. اجيبها على الحرف خالص كده. بس احاول وانا شغاله ايه، اضم كده الغرزه، اخلي الغرزه قريبه من بعض، بحيث ما تبقاش تفك معايا او تعمل مسافات واسعه وانا بشتغل. يعني اما اجي اقلب القماشه، يعني عشان اما اجي اقلب القماشه كده كده، ما الاقيش الخيط يبقى باين معايا اهو، زي ما انتم شايفين كده. ما يبقاش الخيط باين قوي او يعمل لي مساحه كبيره. فانا هبدا اعمله كده، هقفله، اخيطها خياطه عاديه خالص اللي انا بشتغل عليها غرزه السراجه العاديه. بس هقرب اهي. بس هقرب المسافه جنب بعضها. تمام. هكملها خياطه وهرجع لكم تاني. زي ما انتوا شايفين كده اهيت، انا خيطتها خلاص وخلصتها هي والجزء الفوشيا ده. وانا هبدا بقى اقلبها عادي، وهبدا البسها هنا للصندوق بتاعي. شايفين اهو كده. ده انا حبيت طبعا الجزء الفوشيا ده هو اللي هيبقى ناحيه بره. تمام. يعني الجزء اقصد الموف هخليه ناحيه بره، والفوشيا هدخله جوه شويه عشان هو هيبان، عشان يدي اضاءه حلوه شويه اهو كده. طبعا على فكره احنا ممكن نعملها زي شنطه للبيبي كمان.
يعني هو مش شرط ان احنا نخليها ثابته، يعني احنا ممكن نركب لها ايد وتبقى شنطه شكلها حلو للبيبي برضو اهو. شايفين كده؟ انا كده قفلتها اهي تمام. يعني ممكن اجيبها بقى لحد الاخر كده علشان انا هركب الجزء التاني عليها من بره اهو. بصوا هجيب الجزء بقى الفوشيا هلبسها بقى من جوه، يعني انا عملت هنا دي تلبسها من بره كده تمام. هجيب الجزء ده البسها من هنا كده زي ما انتوا شايفين. انا هخلي دي كده ودي اللي هتبقى كده اهي. طب انا المفروض بعمل ايه بقى؟ بستخدم ايه علشان هو مش هينفع البيبي ينام كده في الصندوق. انا المفروض ان انا هعمل هنا احط هنا فايبر، بس انا بوريكم الاول التلبيسه دي وبعدين ايه نحط فايبر وبعدين نجهزها تمام كده اهو. زي ما انتم شايفين انا مخرجه منها جزء بره هنا كده اهو تمام كده شويه علشان ما تطلعش. انا هعمل ايه هنا بقى؟ انا هفتح دي الجزء ده كده وهجيب عندي فايبر. طبعا احنا استخدمناه قبل كده، انا قلت لكم الفايبر ده انا بجيبه من برضو من محلات التنجيد. ممكن اجيب فايبر اللي هو قطع كده، او اجيب فايبر. في فايبر انا ممكن اجيبه بيبقى مساحات، يعني بيبقى عبارة بالمتر كده، بدل ما يبقى الفايبر زي ما انتوا شايفينه معايا كده، لا بيبقى فيه بالمتر تمام اهو. بصوا بقى انا اهو كده انا عبيته هنا الفايبر اهو عشان تشوفوه الاول كده. بس انا هبدأ بس اعدله علشان يبقى مظبوط معايا، وهبدأ احط دي هنا كده جوه. المفروض انا هعمل ايه بقى؟ المفروض ان انا دي هخيطها الجزء عشان طبعا دي تبقى طريه، تبقى عامله زي يعني زي مرتبه سرير صغيره كده، تبقى طريه عشان لما ينام عليها. انا هعمل ايه؟ هبدا اخيط الجزء ده تمام، هخيطه وارجع لكم عشان اوريكم هنثبتها ازاي. زي ما انتوا شايفين كده انا خيطتها خلاص اهيت باينه هنا اهي ماشي. انا المفروض هعمل ايه؟ انا هقوم جايه بقى رافعه الصندوق معايا كده شويه من هنا تمام كده، من هنا كده هيبقى في عندي هنا خروم. هبدأ اثبت الجزء ده عشان هو ده كده طالع مش مظبوط. هبدأ اثبت من هنا كده الجزء ده هنا بالخيط بتاعي تمام. زي ما انتوا شايفين كده الابرة معايا اهي، وهبدأ ادخل الابرة كده من هنا، ادخلها الاول كده في الخيط وابدا اخرجها من هنا. بصوا هنلاقي اي خرم من الاخرام دي، بس ده هيبقى تحت شويه كده بصوا لما انا اعملها دي هتنشد تحت. شايفين الجزء ده عمل ازاي بقى مشدود، غير غير الاجزاء دي. وهبدا اثبتها بقى ادخلها من هنا كده في الاخرام ديت زي ما انتوا شايفين كده اهو، بحيث ان هي ايه تتثبت كويس خالص. هعمل بقى كده في كل الاجناب بتاعت الصندوق بتاعتي، بحيث ان انا اثبتها كويس علشان اشدها كويس خالص كده اهو من هنا، بحيث ان هي تثبت معايا من هنا تمام كده. هخلص الاربع اجناب واجيلكم. زي ما انتوا شايفين كده انا بدات اثبتهم من هنا كده من الاجناب ديت كده تمام. طيب انا المفروض بعمل ايه بقى تاني؟ هبدا هو ده كده الاساس، هبدا اجمل بقى شويه في الصندوق. انا ممكن اجيب من القطعه الموف دي جزء تاني افرشه هنا كده عشان يعني يبقى موجود هنا كده، يعني يعمل فرق شويه في اللون علشان يبان تمام. طيب هعمل ايه تاني؟ هبدا بقى اجمل الاماكن اللي هنا دي. هعملها ازاي؟ اجملها ازاي؟ انا هبدا اجيب هنا ده عندي كده الشريط ده انا جايباه كلف من عند محلات الكلف والخيوط وكده. هبدا اجيب الشريط ده معايا وهبدا اجيب الطرف بتاعي وابدا اعمل له برضو ايه
خيطة سراجة كده شوية، يعني بصوا علشان اعمل لها كشكشة. طبعا شوفي اللون اللي يعجبك برضو ويليق معاكي تبداي تعمليه. شايفين؟ بصوا لما اجي اعملها كده هتبقى شكلها جميل، وابدا احطها هنا بقى. تمام. هعمل بقى الشريط ده كله وارجع لكم تاني. زي ما انتوا شايفين كده انا عملت القطان، الكلفة اللي كانت معايا، وكشكشت الشكل اهو زي ما انتوا شايفين، عشان انا هحطه هنا كده. تمام. او زي ما انتوا شايفين انا ثبت هنا بمسدس الشمع اهو، خدت الشمع وحطيته هنا، وهبدأ اثبت الباقي برضو نفس القصة. ثبتها شوية بس. تمام كده، وابدأ اثبت هنا برضو زي ما انتوا شايفين. زي ما انتوا شايفين كده انا خلصت خلاص. هبدأ بس اعمل عملت فيونكة كده من لون برضو درجة موف كده، انا كنت جايباها من الستان العريض ده، وعملتها اهي. وابدأ بقى ايه احطها اثبتها هنا بس كده، تدي شكل ومنظر جميل. وطبعا قلت لكم في الاول وفي الاخر معلش وقعت يعني التزيين بتاع الحاجة بيرجع لكم، يعني بيرجع ليكي انت وذوقك بقى. تمام. وكان ممكن استخدم القطان ده، كان ممكن برضو احطه هنا بدل الاصفر، حطيته هنا. بس انا حبيت ان هو ايه نعمل الوان كتير، بما ان هو بيبقى سرير البهات فبيلفت الانتباه اكتر. ف فطبعا ده اللي خلاني ايه اثبت اهو كده. عايز اثبت بقى كده، شايفين؟ طبعا انا لو انا عايزه اعمل هنا مخده صغيره هعملها احطها. عايزه اكبر الصندوق اصغره، اعمل المساحه اللي انا عايزاها. ممكن استغله حاجه تانية خالص غير ان هو سرير للبيبي. طبعا اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لايك وشير للفيديو، واتمنى الناس الجديده تعمل اشتراك للقناه، واتمنى كل المشاهدين يعملوا يفعلوا رمز الجرس علشان يوصلكم كل جديد الفيديوهات بتاعتي. وشكرا ليكم.